تخيلوا المهندس نجيب ساويرس وهو في بداية مشواره سنة 79، مهندس جديد ومتخرج بره البلد. أهلا بيكم، أنا عز الغريب ودي حكايات الغريب. المهندس نجيب ساويرس انضم لأوراسكوم اللي هي الشركة العائلية وبنى فيها قطاعات زي السكة الحديد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يعني كان مهندس ميكانيكا بيفكر ازاي يحول صحاري مصر لمدن ذكية، وكل ده وهو لسه في الثلاثينات. المهندس نجيب كان شجاع ومغامر، وفي أواخر التسعينات مع تقسيم شركة أوراسكوم لشركات مستقلة ركز على الاتصالات. أسس شركة أوراسكوم للاتصالات سنة 97 وأصبح قائد ثورة الموبايل في مصر، وباع حصصه في شركات الاتصالات دي كلها سنة 2014 لأجانب بمبلغ يزيد عن 4 مليار دولار. تخيلوا الرهان الكبير ده والربح الجنوني. مهندس نجيب مش مجرد كان بيزنس مان، حتى أهدافه كلها كانت إنسانية. يعني مثلا كان عنده فكرة يشتري جزيرة في أوروبا عشان يستضيف فيها آلاف اللاجئين، وده بيورينا جرأته وطموحه إنه يحلم حلم كبير ويشتغل عليه عشان يكون ليه تأثير إيجابي في المجتمع. وبعد ما انفصل عن عالم الاتصالات دخل مجال العقارات برؤية عالمية، وفي 2016 أطلق مشروع أورا ديفلوبرز وبقى عنده محفظة استثمارية عالمية تقدر بمليارات الدولارات. الدرس هنا إن الحلم الكبير محتاج شوية شجاعة وصبر وطموح. لو حلمت واشتغلت بإصرار حتى لو بدأت صغير قوي ممكن تبني إمبراطورية عالمية. ومش هننسى دايما أكتر حاجة باشمهندس نجيب بيقولها في كل لقاءاته: أهم حاجة توفيق ربنا. شاركني في الكومنتس إيه أكتر موقف معلق معاك للمهندس نجيب ساويرس.